سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. وقت اللي لقاكم هذا الفيديو تاعي اليوم من مطبخ ام غزلان. جيتكم فيديو جديد وحلوه جديده، حلوه ولا اروع في البنه. هذه الحلوه بعجينه تذوب وحدها في الفم ذوبان، وبطريقه سهله ومبسطه. شوفي كيفاش الكاطو تاعنا كيفاش يجي من الداخل، يجي يذوب وهشيشه تذوب وحدها في الفم. كما راكم تشوفوا راهي تتفتت في اليد قبل ما توصل للفم. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفة رائعة وبنة أروع، والله يصدقوني تجي بنتها ولا أروع. قبل ما نبدو صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق عليه أفضل صلاة وسلام. حبيباتي نفوتوا لمقادير الوصفة اللي هما ساهلين وفي كل بيت. عندي هنايا 125 غرام زبدة تكون طرية، عندي نصف كأس سكر جلاس، عندي نصف كأس مايزينا، وعندي نصف كأس تاني تاع نواة كوكو أي جوز الهند. عندي فيها حبة بيض، عندي 2 ملاعق من شوكولا فلون شوكولا، عفوا عندي ملعقة تاع فانيليا، وخميرة الحلوى اللي هي نصف ملعقة صغيرة. نبدأ ندير المقادير كامل مع بعضهم. بعد درت 150. نعاود المقادير. عندي 125 غرام زبدة، عندي حبة بيض، عندي 2 ملاعق كبار تاع فلون شوكولا، نصف كأس تاع مايزينا، ونصف كأس تاع سكر جلاس، ونصف كأس تاع لانوات كوكو أي جوز الهند. وما ننساوش عندي 2 ملاعق كبار من الزيت. قلت لكم مقاديرها ساهلين وصراحة في كل بيت. هذه هي سورتو كي راه وقت الكاطو راهم كاين صوالح في الدار. هنايا نخلطهم بسباتيل باش ما تطلعليش ديك الغبره كي نبدا نخلط بالباتور. من بعد نولي ندرب بالباتور حتى تحسي باللي هذاك الشوكولا فلون شوكولا سكر اللي فيها ذاب. هذا هو الغرض. والقوام تاع الخليط تاعنا شوفوا كيفاش يولي كريمي. هنايا اذا كنتي حابه تزيدي ملعقه تاع اكل تاع اوبتيلا او الشوكولا تاع الطلي ضيفيها، راح تعطيها بنه تاني ولا اروع. هنايا بعد ما خلطت الخليط تاعي بالباتر وخذ القوام الكريمي، نولي ندير الفرينه، نضيف غير بالعقل حتى نتحصل على هذا القوام تاع العجينه اللي تجي عجينه طريه وما تتلصقش في اليد وما تنشواش خواتاتي بالفرينه. انا عندي هذا المول الاساور هو اللي راح ندير فيه هذا العجين تاعي. ناخذ كميه من العجين مقدار 45 هكا تاع غرام، ونهكا شكله حربوش باش تسهل عليا المهمه، وندير في المول تاعي. كما راكم تشوفوا الطريقه واضحه في الصوره، سهله وبسيطه. اخواتاتي والله يرفعوا على وقفه ديريه غير لو طون اللي راكي طيبي في فطورك تقدري تخدميها. هاد الكميه انا خرجت لي 22 حبه. هذه هي. اذا بغيتي كميه اكثر واكبر ما عليك غير تضعفي المقادير. هنايا الفرن راني مشعله تاعها على 180 درجه. كي نحب ندخل الكاطو تاعي راح نقص له اكيد حتى يطيب. هنايا راني دايره كلاصاج تاع الشوكولا، ذوبت الشوكولا تاعي، ضفت لها ملعقه كبيره تاع الزيت وكميه مليحه من الكاوكاو محمص ومرحي خشين. خواتاتي هنايا في هذا الكلاصاج تاع فيرو روشي لازم يكون الكاوكاو يكون خشين باش الحبه تاعنا تجي تبان شابه. اذا درتوا الكاوكاو رقيق ماش تعطي نفس النتيجه ماشي يبان شباب. هذه هي خواتاتي. هنايا بعد ما نشف لي الكلاصاج، تزيين اختياري كما حبيتي وبواش عندك في البيت
زينيه، خليه حتى ينشف هذا الكلاصاج، راح نحطه في الكاسات. وصفة سهلة كما قلت لكم والنتيجة روعة والله، تجي بنة وشكل تجي ذوب وحده في الفم، يجي ولا أروع. نتمنى إن شاء الله تجربوها، ونتمنى تبارطاجوا الوصفة مع الأهل والأصدقاء والأحبة باش تعملوا الفائدة، وما تبخلوش علينا بلي جام خواتاتي. واللي راح تشوف أول مرة قناتي وعجبها المحتوى القناة، ضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش يلحقك كامل جديد وصفاتي. نولوا الوصفة تاعنا. إذا بغيتي ديري كلاصاج بالشوكولا البيضاء تاني راح تجي شابة وتجي نضرة روعة، سورتو كي لون العجينة جاي ماغون خاطر الشوكولا فلون شوكولا اللي ضفناه، ونديروا لها الكلاصاج في البلون راح تعكس اللون الداخلي وتجي روعة روعة روعة. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتكون عجبتكم الوصفة. صحة فطوركم، وإلى فيديو واحد آخر حبيباتي، نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر